وهذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله دوار السعادة أصبح جاهز لمعرفة المكونات وتطبيق الوصفة. يلا تابعوني على الفيديو. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وعيد أضحى مبارك، وكل عام أنتم ومن تحبون بألف خير يا رب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، اللهم آمين يا رب العالمين. وأرجو المعذرة على عدم الظهور في الفترة الماضية، سامحوني الله يحفظكم، مشتاق لكم والله. اليوم أقدم لكم وصفة سهلة ولذيذة وسريعة، دوار السعادة بطريقة جميلة ولذيذة ومكونات متوفرة. وإلى المكونات وبسم الله نبدأ. شحم ملية الخروف بتعطي نكهة جدا طيبة، توابل الشيف المشكلة، ملح بحري، ثوم مهروس، بصل مقطع إلى شرائح، بصل مقطع إلى قطع صغيرة، فلفل رومي ملون أحمر وأصفر وأخضر، جبنة حلوم، لحم من أضحية العيد مقطع إلى مكعبات، كبدة، هنا عندي الكلاوي، القلب، طماطم مقطع إلى قطع كبيرة، بيض، صدور دجاج مقطع إلى أصابع، فلفل حار حسب الرغبة، بقدونس. بسم الله وعلى بركة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رددوها يا إخواني ولكم الأجر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول خطوة يا متابعي الكرام، حننزل شحم اللية، حيعطي نكهة جدا طيبة، خليها تذوب وبعدين حنزل اللحم. طبعا في صوت الآن حيطلع، أنا حشغل الشفاط، فهذا صوت الشفاط الله يحفظكم. وبعد لكم متابعي الكرام، عشان بإذن الله الوصفة تطلع معاكم روعة، أنا أرجو إنكم في البداية تحضروا مكوناتكم، وبعدين تشغلوا الفيديو وتقولوا بسم الله وتمشوا معايا خطوة بخطوة. بإذن الله الوصفة تطلع معاكم روعة. أخليه لين يذوب وأرجع لكم الله يحفظكم. وكذا متابعي الكرام الله يحفظكم، ملاحظة لما نحط اللية تكون على النار هادية عشان ما تحترق معاكم. شايفين كذا ذاب معانا. الآن حسوي حنزل اللحم. الآن نزل اللحم، النار تكون هادية، أخليه يكون على النار هادية لين ما يستوي، أو قبل ما يستوي بشوية أبغى أنزل القلب والكلاوي. الآن أنا رفعت النار، أقلبه شوية، شايفين بدأ يخش في الاستواء. إيش حسوي الآن؟ أغطيه وأوطي عليه النار. أنا وطيت عليه النار هادية، أخليه 3 دقائق وأرجع أقلبه مرة ثانية. نشوف إيش أخبار اللحم. ما شاء الله تبارك الله، الريحة صراحة ما أقدر أوصف لكم. أنا حرفع النار. إيش أبغى أسوي الآن؟ أبغى أنزل القلب والكلاوي، لأن هي تستوي بسرعة مش زي اللحم، فخليتها متأخرة شوية عشان ما تنشف. الآن إيش أبغى أسوي كمان؟ أبغى أنزل البصل، جزء من البصل بيعطيني تشقيرة طيبة ويعطيني نكهة في نفس الوقت. شايفين؟ نقلبه باستمرار لين يتشقر معنا، وأوريكم الخطوة اللي بعدها. طبعا الآن ما يحتاج إني أغطيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
الريحة ما أقدر أوصف لكم صراحة. بإذن الله تجربوا هذه الوصفة وتتابعوا خطواتي وتطلع معكم بإذن الله روعة. طبعا ما شاء الله اللحم والكبدة والكلاوي والقلب كله تبع الأضحية طازة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبارك لنا ويبارك لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم جائع المسلمين ويصلح حالنا وحالهم يا رب. شايفين البصل بدأ يتشقر معايا. هذا التكنيك بيعطي للوصفة نكهة مرة جميلة. خلاص شوية وأبغى أنزل الكبدة. الآن أبغى أنزل الكبدة. إيش حسوي؟ نفتح مجال عشان الكبدة تكون في النص إن شاء الله بهذه الطريقة. شايفين؟ الآن حنزل الكبدة. طبعا هذا الدهن كله دهن طبيعي ما في منه خوف. ننزل الكبدة الآن والكبدة استواء سريع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بإذن الله إذا طبقتوا هذه الوصفة والله صدقوني ما يحتاج تروحوا أي مطعم يسوي المأكولات الشعبية هذه. توفر فلوسك وشغلك تحت نظرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلاص تقريبا كمان دقيقة وأوريكم الخطوة اللي بعدها. الآن النار عالية خلاص. الآن أبغى أنزل البصل بسم الله ما شاء الله والرومي بهذه الطريقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شيء يفتح النفس. شايفين الألوان؟ في مثل يقول العين تأكل قبل الفم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بالله متابعي الكرام الله يسعدكم. والله أنا أشكركم على تعاونكم الكريم وعلى تعليقاتكم الطيبة واللايكات. الله يكرمكم يا رب. لا تنسوني من الضغط على اللايك الآن وانتم تتفرجوا علي الله يسعدكم. شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شيء يفتح النفس. الآن ايش ابغى اسوي؟ عندي البهارات هنا. هذه توابل الشيف المشكلة. هذا منتج خاص بالشيف إبراهيم العسيري زي ما انتم ملاحظين الله يحفظكم. توابل الشيف المشكلة لجميع أنواع الكبسات والإدامات والصواني والحشوات. نزل للسوق وموجود في جميع فروع عطارة شركة فيفا. إن شاء الله حنزل لكم أرقام التليفونات والعناوين ورقم التوصيل الخاص بعطارة فيفا مناسب لأي طبخة يا إخواني. بإذن الله تجربوه وتعطوني رأيكم. هذه البهارات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعندي هنا الثوم والملح ونعطيها تقليبة كذا تقريبا. خلاص أوطي النار. النار عالية حوطيها الآن. وطينا النار. شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله لو تشم الريح بإذن الله. الدليل إذا جربتم الوصفة هذه وطبقتوا الخطوات إن شاء الله تعطوني آراءكم بالتعليقات. هلا ايش حنسوي؟ نفتح مجال كذا بالطريقة هذه. أبغى أنزل الآن جبنة الحلوم. النار طبعا هادية. ننزل الحلوم بهذه الطريقة. أكمل وارجع لكم إن شاء الله. الآن أبغى أقلب الجبنة. شايفين ما شاء الله تبارك الله. تاخذ تحميرة. أكمل وارجع لكم. شايفين ما شاء الله تبارك الله الروعة والجمال. لسه باقي حتشوف إن شاء الله شيء يفتح النفس. أخذ تحميرة. الآن الجبنة أخذت تحميرة. أوريكم الخطوة اللي بعد هذه إن شاء الله. الآن برفع الحلوم خلاص فوق هنا بالطريقة هذه.
بهذه الطريقة. أكمل وأرجع لكم إن شاء الله. الآن ايش حسوي؟ عندي هنا صدور الدجاج أبغى أنزلها الآن لأن استواء سريع، خليتها آخر شيء. طبعا النار أنا هادية. خلوا بالكم النار ما تكون عالية عشان ما يحترق عليكم الصاج من تحت. الله يبارك فيكم. هنا متابعي الكرام، هذا كركم أنا ما ذكرته في المكونات، بحط حاجة بسيطة، شايفين؟ حاجة بسيطة يعطيني لون في نفس الوقت نكهة، شايفين؟ حاجة بسيطة. وعندي هنا برضو ما ذكرتها في المكونات صويا صوص، حاجة بسيطة بس كده، شايفين؟ أعطيها تقليبة خفيفة الآن. خلاص الدجاج تقريبا جاهز. طبعا النار هادية يا اخواني، النار هادية الله يسعدكم. ايش حسوي الآن؟ ابغى احطه هنا على جنب بهذه الطريقة. خلاص الآن عندي طماطم ابغى انزلها. بهذه الطريقة. أكمل وأرجع لكم إن شاء الله. الآن أبغى أضيف البيض، بخليه بيض عيون بهذه الطريقة. بسم الله. ننتبه من القشر لا ينزل الله يحفظكم. أكمل وأرجع لكم إن شاء الله. عندي فلفل هنا حسب الرغبة، حضيفه اللي يحب. أكمل وأرجع لكم الله يحفظكم. ملاحظة متابع الكرام الله يسعدكم، بعد ما نزلت البيض خلاص الآن تقريبا شبه جاهز. أعطيه بس رشة خفيفة، شايفين بهذه الطريقة. بقدونس، ايش حسوي الآن؟ النار يا متابع الكرام لازم تكون هادية، خلوا بالكم عشان ما ينحرق عليكم البيض. أغطيه عشان يستوي معانا تقريبا دقيقتين وارجع افتح عليه. الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بالله يشوف الروعة والجمال. العين تاكل قبل الفم، ما شاء الله. قولوا ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظكم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شايفين؟ يعني هذه الوصفة لو عندك ضيوف زي الصحن هذا ما شاء الله والصاج هذا، أنا متأكد بإذن الله يكفي 10 أنفار بالراحة بإذن الله. الآن عندي الليمون خلاص حطفي عليه، الآن هو جاهز، طفينا عليه. أبغى بس أعمل له شوية ديكور بالليمون بهذه الطريقة. هذه الليمونة قطعتها شرائح، بعدين بالسكين من المنتصف ونلفها بهذه الطريقة، شايفين؟ بالطريقة هذه. أكمل إن شاء الله وأرجع لكم. وهذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله دوار السعادة أصبح جاهز. أرجو من الله أن ينال إعجابكم واستحسانكم. كرما ولا أمرا الاشتراك في القناة والضغط على لايك وتفعيل الجرس ونشر الفيديو واستناب حتى يستفيد الناس. وأراكم في مقطع جديد بإذن الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.